هون فاق جوان من نومه وما لقى شعبان، فصار يدور عليه ولقاه مخبى بين الشيح. قال له الله يفجعني فيك، شو انت شيحة حتى مخبى بين شجر الشيح؟ ومن هيداك الوقت صار لقبه شيحة. كمشوا جوان بإيده وأخدوا صوب السفينة. بالطريق التقى بعمه سقراق الجنوي على المينا، قرب سلم عليه. سأله سقراق لجوان: لوين رايح انت وهالصبي؟ رد عليه جوان: رايح على دير يغرة. طلع سقراق بالصبي شعبان، حدق فيه وقال: لك يا جوان، تعرف هالصبي لمين بيشبه؟ بيشبه ابن الملك حنا ملك جنوة، كأنه لا راح ولا اجا، ولو ما مات لكنت قلت سبحان الخالق، هو ذاته جونات خنطق منطق ولي العهد ابن الملك حنا، وبيخلق من الشبه 40. سألوا جوان دغري: أي متى مات يا عمي ابنه للملك حنا؟ جاوبوا سقراق: أول امبارح توفى، وامبارح احتفلوا بجنازته ودفنوه بمدفن الملوك. ودع جوان عمه سقراق ومعه شعبان، وبعد لحظات اجته فكرة. التفت لشعبان شيحة وقال له: ولك يا ولد، بتطيعني وبصير لك عز وشأن عظيم ما كنت بتحلم فيه بعمرك، وإذا ما طوعتني بقتلك وبخلص من همك. رد عليه شيحة باستغراب: بشو بدك ياني طاوعك يعني؟ جاوبه جوان وطلب منه يسمع الخبرية كلها وقال له: بدي اخدك على مدفن الملوك، مطرح ما دفنوا ابنه للملك حنا، بشلح المرحوم جونات بدلته بلبسك ياها، وبحطك بالمدفن مطرح جونات، وبدفن الجثة تحت التراب. ومن بعدها بروح لعند الملك حنا وبخبره اني مستعد وعندي قدرة رد الحياة لابنه جونات. وبيجي مع الملك لهون، بوقف على المدفن، بقرأ قداس وأداديس، وبزيد من التهليس والتدليس، وبس اصرخ وقلك: قوم يا جونات يا ابن حنا الملك، قوم. بتقوم شوي شوي وبترد علي: نعم يا أبونا، نعم، أمر الله مستجاب. وآخ يا شيحة أخ، من بعدها تفرج على العز يلي رح تعيش فيه، بتصير حواجبك تقضي حوائجك. بقى شو قلت؟ سمع شيحة هيدي الخبرية ورد فورا بالموافقة. فرح جوان وأخدوا لشيحة على المدفن بعد نص الليل، بعد ما فلوا الحراس. فتش على تابوت جونات ابن الملك حنا، لقاه مزين بالذهب ومحاوط بالزهور والورود. فتحه وطلع الجثة وطمرها تحت التراب، ولبس البدلة لشيحة ودفنه جوا التابوت، وبخشله بخش ليتنفس. سكر باب التابوت والمدفن وراح صوب المينا. صرخ لمساعده البرطقش وقال له: جهز المبخرة والبخور، عنا عملية بدنا نعملها. جوان كان جايب معه بالسفينة صلبين ألماس، ومعه بدلة الرهبنة، لبسها وعلق الصلبين على صدره وكتافه، ومسك عكاز فضة، وتوجه مع مساعده البرطقش لعند ديوان الملك حنا. فات عالديوان وفات وراه البرطقش حامل البخور وعم يتمتم بتعويذات. انحنى جوان على العكاز وبلش يقرأ القداس والأداديس، وصار يكتر من التهليس والتدليس. التفت الملك حنا وسأل: من هذا الراهب؟ قالوا له: هيدا جوان ابن أصفوط وبشران. قرب عليه الملك وكان مكسور الخاطر حزين، وقال له: عزيني يا جوان، عزيني، راح جونات، راح الحبيب، مات ولي العهد. مسكوا جوان بكتافه للملك حنا وسألوا بنبرة تعجب: كل هالبطاركة يلي عندك ما بيطلع بإيدهم يحيوا الميت؟ الملك هون تفاجأ بسؤال جوان وزاد تعجب وقال له: نعم نعم، شو عم تحكي انت؟ دغري رد عليه جوان: ابعت جيب البطاركة والرهبان كلهم حتى فرجيك كيف بدي ردلك ابنك جونات ولي العهد من الموت للحياة الدنيا. وهلأ
رح نشوف بالقصة التالية كيف لما اجوا البطاركة والموارنة والرهبان لعند الملك حنا كيف قدر جوان يرجع ابنه للحياة.